بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أهل الشام، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يا أهل الشام، إن ثورتنا المباركة تمر في أصعب لحظاتها وأحلك ظروفها من تكالب الأعداء واقتتال ما بين الإخوة والأصدقاء. ولكن هل نترك ثورتنا تموت وتنتهي بالتغلب المقيت؟ هل نتركها لمن يريد التغلب وسفك الدم الحرام الذي كان أهم عامل في إنهاء تجارب الجهاد؟ يا أهل الشام، ليأخذ كل واحد منا دوره القادة بالتواصل مع أصحاب الشوكة والرأي واتخاذ موقف جماعي في منع التغلب والبغي ورد صيال الظالم المعتدي الذي لا يقف عند حده. الحواجز في جميع المناطق تمنع مرور أرتال المعتدين بشتى الوسائل ودون تساهل للذين يريدون التغلب على الفصائل وإنهاء الثورة. الدعاة وطلاب العلم تمضي مع الناس ومع المجاهدين وتخرجهم بالمظاهرات وتسطح على المآذن والإعلام بالفتاوى الواضحة بحرمة التغلب والاقتتال والأخذ على يد الباغي المعتدي ورده عن بغيه. وقد أخرجت الفتاوى الواضحة الكثيرة. الأفراد بوعيهم وانتباههم لحرمة البغي والتغلب ورد من يحاول فعله وعدم الانصياع له، فستسأل يوم القيامة عما تفعله وتأتي الله عز وجل فردا. الإعلاميون ينبهون ويوضحون ويشنون حملات توعية تبين حرمة التغلب والدماء وتدعو لوقف الاعتداء والنزول عند محكمة شرعية حقيقية علنية. ويا قادة وجنود فتح الشام، يا إخواننا، نعيذكم بالله أن تستمروا في هذا البغي، نعيذكم بالله أن تستمروا في الاقتتال، فأنتم الذين رفعتم شعار ما جئنا إلا لنصرة أهل الشام، فأرونا هذا الشعار على الواقع. يا جندي فتح الشام، نربأ بك أن تنصاع لقتل الناس ولاستحلال الدم الحرام. الله الله في حرمة الدماء، الله الله في حرمة الدم المسلم وفي إهراقه بغير حق ودليل ثابت. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا أهل الشام، روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فانزلوا يا أهل الشام إلى الميادين والساحات وردوا الباغين وامنعوهم من التسلط والبغي وسفك الدم الحرام، فهذه ثورتكم وأنتم من أخرجها وأنتم من يحافظ عليها. يا أهل العلم، اصدعوا بالمصالحة وإلا فقفوا مع المظلوم على الظالم. الله الله في هذا الوقت العصيب الذي سيجر الساحة إلى اقتتال وبركة من الدماء، وأول ما يبدأ بترك الجبهات الذي سيترتب عليه دخول المعتدي الظالم الأكفر النظام والشيعة والروس، ولا تساعة مندبي. اللهم ارحم أهل الشام، ارحم ضعف أهل الشام، اجبر كسر أهل الشام، انصر أهل الشام، ارحم ضعفنا يا رب يا رب يا رب. والحمد لله رب العالمين.